امس كان كابتن احمد شوبير بيتكلم على لعيب هيحصل له مشاكل كبيره جدا بسبب المنشطات. وقال كلمه كل الناس عرفت مين هو اللعيب. قال ده لعيب حدوته. طالما كلنا عارفين مين هو لعيب حدوته، اول تفانين حدوته هو رمضان صبحي. الاخبار المنتشره بشكل كبير ان رمضان صبحي هو اللعيب اللي فعلا عنده مشكله مع المنشطات. المشكله بدات تطلع في الصحف ان في مشكله في عينه رمضان صبحي، وان العينه دي بيقولوا ان هي عينه فاسده. طيب ايه العقوبات اللي بتتفرض على رمضان صبحي؟ باختصار العقوبات من ايقاف لمنع نهائي لعب كره القدم. الموضوع مش صغير زي ما انت متخيله. على كابتن رمضان صبحي طبعا ان هو يتحرك عشان يثبت ان موضوع العينه الفاسده دي مش هو السبب فيه، لان لو تم اثبات ان هو السبب فيه وانه تلاعب في العينه فالموضوع هيبقى صعب جدا، وممكن يكون ايقاف لعده سنوات، وممكن يكون العقاب بالمنع النهائي من لعب كره القدم. الموضوع مش صغير زي ما الناس متخيله. واعتقد كلام كابتن احمد شوبير كان واضح اما قال محدش هيشمت، لان هو واضح ان هو كان رمضان صبحي، وكلمه حدوته ده دليل ان هو رمضان صبحي. الموضوع لسه هنشوف ايه اللي هيحصل فيه، لكن الموضوع مش صغير، الموضوع كبير جدا. لانه لو اللعيب ما قدرش يثبت ان العينه دي باظت بطريقه غير مباشره، او ان هو مش السبب في العينه تطلع فاسده، فالموضوع هيكون لايقاف ايقاف ايقاف، وايقاف مش شهر ولا شهرين، ايقاف سنين، او منع بشكل مباشر عن لعب كره القدم.